عاوزني أعمل عملية طهارة قبل الفرح ب10 أيام. كنت عارفة إن خطيبي دلدول لأمه شوية، بس الناس أكدتلي إن مش شوية وبس، ده طلع شويتين واتنين وتلاتة وأربعة. هو له كمان 2 إخوات بنات، يعني وحيد أمه زي ما بنقول. المهم خطيبي ده أنا مخطوباله بقالي سنة و9 شهور، ومتفقين إن الفرح خلاص كمان فاضل عليه 10 أيام أو 11 يوم بكتير قوي. المهم إن هو جينا واحنا قاعدين بنتكلم انا وهو وامه في ساعة صفا كده وعمالين بنضحك مع بعض، فجابت سيرة ان اختها عايزة تطهر بنتها. فقلت لها لا حرام وعيب، ما عادش حد بيعمل الكلام ده. قالت لي ازاي يعني احنا مش كلنا كنا كده وبناتنا كانوا كده؟ يعني انت حتى ما انتش انت كده؟ قلت لها لا والله انا ما اتطهرتش. على ايه وليه ان انا قلت الكلمة دي؟ قامت الدنيا وما قعدتش، فضلت تقول لجوزي وبقول لك ايه، مع ان انا مكتوب كتابي على فكرة. قالت له ازاي، ده هتبقى شديدة عليك، ده انت مش هتقدر عليها، هتعوز لها 5 6 مرات في اليوم وانت لا، علشان صحتك وعشان رجليك. المهم قبل ما نبدأ الحكاية، حكاية حقيقية من واقع الحياة، يا ريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان حكاوينا وقصصنا توصلكم أول بأول. المهم بتحكي وبتقول أنا بنت عندي 24 سنة، أنا بوالدي متوفي من زمان، ووالدتي ست بسيطة وعلى قد حالها، ماليش غير أخت واحدة بس هي أصغر مني ب3 سنين. المهم إن عمها هو اللي متكفل بيها هي وأختها، يعني بيصرف عليهم وكده، بجانب والدتها بتشتغل وبتصرف عليهم. بتقول مخطوبة من سنة و9 شهور للشاب اللي هي خلاص هتتجوزه، وكتبوا الكتاب وعملوا القايمة وكل حاجة. وفي يوم من الأيام وهي قاعدة بتدردش مع خطيبها ومع والدته ومع أخواته، فجابت بتقول إن بنت أختها في الإعدادي ومحتاجة إن هي تتطهر وكده، وبتقول لأمها طهريها وكده. فبتقول أنا قلت لها يا منين، ده بقت موضة قديمة، ما عادش حد بيعمل خلاص الكلام ده. قالت لي ازاي، ما كلنا كنا كده ومتربينا على كده، يعني انت حتى ما انتش متطهرة؟ قلت لها لا يا ماما انا ما اتطهرتش. قامت الدنيا وما قعدتش. الأم قالت له قوم يلا ناخد بعض ونمشي، خدوا بعضهم ومشيوا. ولقيتهم تاني يوم جاي بيقول لي في التليفون اعملي حسابك انك هتعملي عملية طهارة قبل الفرح. قلت له عملية ايه وطهارة ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ قال لي انا بقول لك كده يا كده مش هنتجوز، الموضوع وما فيه، يا ابني يهديك يرضيك ليه كده؟ قال لي انت كده هتكون شديدة معايا وهتعزلك 5 6 مرات في اليوم، وانا ما اقدرش على الكلام ده، انا راجل بتعب وبشقى علشان اوفر القرش، لكن كده وضعك يا بنتي الناس مش هيكون ايه مناسب معايا. قلت له من اللي قالك الكلام ده ان انا هكون شديدة؟ والحوارات دي طبعا دي حاجة اولا المفروض ما نتكلمش فيها دلوقتي، بس انا بقولك دي حاجة بما يرضي الله وعلى قد ما انت تقدر، انا هكون تحت طلبك بس. قال لي انا بقولك كده على رأي امي. لما قال كلمة على رأي أمي عرفت إن أمه اللي قايله له الكلام ده بالنص. على رأي أمي قال لازم إن أنت تعملي العملية، يا إما كده كل واحد فينا هيروح لحاله. شوية وقفل معايا، لقيت والدته بتكلمني وبتقول لي بصراحة بقى كده أنت متنفعنيش تعملي عملية قبل الفرح، أهلا وسهلا بيكي وهنكمل الجوازة. ما تعمليش العملية، يبقى خليكي عند بيت أمك أفضل، لأن مش على استعداد إن أنا أهد حيل ابني كل يوم أول بأول. إزاي يا طنط الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ أنت شفتي مني حاجة وحشة ومش عارف إيه. قالت لي اللي أنا بقولك عليه هتنفذيه، تعملي عملية طهارة وقبل الفرح كمان، على الفرح تكوني بقيتي كويسة، لأن كل حاجة متحددة قدامك النهاردة وبكرة بالكتير قوي، لازم تعملي العملية. أنا ما أقدرش أتحمل إن ابني يتبهدل وكل يوم عايز ينام معاكي ويعمل معاكي علاقات كتير، وابني مش هيقدر على الكلام ده. قلت لها يا نينا ما ينفعش انك تتكلمي اصلا في حاجات زي كده. قالت لي لا ينفع، وانا بتكلم وبقولك وبعرفك، وده الكلام اللي ابني هيمشيه عليكي. اخدت الكلام منها زي المية الباردة اللي نزلت على جسم مولع نار، فمش عارفة اعمل ايه، فقعدت عيطت كتير. فامي شافتني فقالت في ايه، قلت لها حصل كذا وكذا، وان العريس عايزني اعمل عملية طهارة. لما غلطت بالكلام وقلت قدامهم اني انا ما اتطهرتش وانا صغيرة. هتلاقي يا بنت ما حدش حد بيعمل كده والكلام ده كله، وانتي انسانه محترمه وشريفه. قالت لي يا ماما مش مأمنني بحماتي، بتقول لي لو حتى ابني أثر معاكي أو خرج بره، انت ممكن تجيبي حد تاني عشان تطفي نارك بيه.
فالكلام ده يا امي ايه رايك، يرضيكي ولا اعمل ايه؟ فامي كمان محتاره، كلمت حماتي وقالت لها انت عارفه ان بنتي انسانه متربيه ومحترمه وازاي تقولي لها الكلام ده؟ قالت لها يا حبيبه قلب، بنتك عندك وابني عندي، انا ما عنديش استعداد ان انا اضحي بابني وان مراته تخونه، لان بنتك لما تدوق العلاقه وطعمها هتحبها. انت بتقولي دلوقتي ان هي مؤدبه وان هي ما بتغلطش، بس بعد الجواز الوضع هيختلف، وبنتك ابني مش هيقدر على كل ده. قالت لها سيبيهم براحتهم ومع بعض. قالت لها لا، ابني ولازم اخاف عليه، ده ابني الوحيد. بنتك لازم تعمل عملية الطهارة، وزي ما قلت لها قدامها النهاردة وبكرة بس بالكتير. اشمعنى انا بناتي متطهرين؟ علشان كده زي ما جوازهم بيطلبوهم وبس، بعد ساعة بعد يوم بعد 10 الواحدة فيهم بتتحمل وبتعيش، لكن بنتك انا ما اضمنهاش لنا ولا ابني ساعتين من غيره. امي اخدت الكلام في جسمها والله وبطلت بكى، فضلت راحت بعتت لعمي وقالت له على الموضوع. عمي مصمم ان احنا نفركش الجوازه، بس ازاي بعد ما كل عزالي وكل حاجه راحت واتستفت في الشقه وكتبنا الكتاب وكل حاجه، يعني فرض على الفرح 10 ايام. يا عمي مش هينفع. طب والمطلوب؟ هنعمل لك عمليه وتمشي زي العيال الصغيره ولا هنعمل ايه؟ كلمت خطيبي وقال لي حاولي مع خطيبك مرة تانية وسيسيه. فعلا كلمته، قلت له تعالى اقعد معايا شوية. جه قعد معايا، قلت له ما ينفعش وحرام وانا كبير على الكلام ده، وازاي اعمل عملية قبل الفرح والحوارات دي، ده انت حتى مش هتعرف تيجي جنبي. يقول لي اتحملك اسبوع بعد الفرح ومش هيجي جنبك، لكن ان انت تفضلي كده من غير طهارة لا مستحيل. انا ما امنكيش على شرفي وعلى عرضي، وبعدين انا راجل شقيان وبتعب. على رأي أمي لو أنا بره لو أنا جوه ما كفتكيش هتحتاجي بره عشان تكفي نفسك. فهي وجهات نظرهم كده، حاولت ان انا اغيرها مرة ومليون مفيش فايدة، ومن ساعتها ما بيكلمنيش نهائي. برن عليه مهما رن عليه ما بيردش عليا. فقولولي اعمل ايه وقولولي ازاي اعيش، مع ان انا قبل كده كنت كشفت عند دكتورة وقالت لي يا بنتي ان انت البظر بتاعك اصلا مش موجود، يعني صغير خالص لا يأثر ولا يعمل اي شيء. وفعلا قلت لخطيب الكلام ده، قلت له الدكتوره بتقول لي كذا وكذا وكذا وان ما عنديش اي مشكله، بل بالعكس هكون انسانه طبيعيه وعاديه جدا، موجود او مش موجود مش هيفرق معايا كتير. مصمم برضه هو ووالدته يقول لي لازم تعملي العمليه. قولولي بعد ما شاب ودوا كتاب ولا اعمل ايه؟ انا بجد انا محتاره وقرفانه وزهقانه من الدنيا ما ببطلش عيط، مع ان البنات اللي زي كلهم دلوقتي مبسوطين وفرحانين بتجهيزهم وبفرحهم وكده، وانا منهاره ما ببطلش عياط ومش حاسه بطعم الفرحه، بل بالعكس انا حاسه ان انا داخله على موضوع كبير قوي. وفي نفس الوقت اكون خايفه ان دي اشاره من ربنا ليا ان هو فعلا هيكون دلدول معايا طول العمر، وهيكون ماشي ورا كلام امه واخواته. فقولولي الحل اعمل ايه؟ قولولي اعمل ايه؟ يا عم مصمم ان انا اسيبه، ووالدتي بتقول لي يا بنتي نعملها وخلاص عشان تمشي وتستري نفسك في الزمن الصعب اللي احنا بقينا فيه، وخصوصا ان احنا حاجتنا كلها راحت هناك، فمش هناخد منهم حق ولا باطل، وان امه ست شديده وملهاش كبير. فشوروا عليا اعمل ايه. دي كانت مشكلة مع بنت معانا النهاردة، وبتقول حكايتها بالتفصيل، فيا ريت نرد عليها بمنتهى الأدب والذوق والاحترام ونقول لها تعمل ايه، لأن بجد هي محتارة جدا ما ببطلش عايط وهي إنسانة داخلة على فرح. ويا ريت قبل ما اخلص الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان حكاوينا وقصصنا الحقيقية من واقع الحياة توصل لكم أول بأول. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم.